مرحبا بكم في القناة مرة أخرى. اليوم غادي نصاوبوا هاد الحلوى ديال المفلحة. بما أن العيد الكبير قرب فقلت علاش لا ما نصاوبش هاد الحلوى لأنها سهلة وما كتاخدش المقادير بزاف. أول حاجة كناخدو الكاوكاو البلدي، كنديرو له واحد نقيطة الزيت وكنديروه في واحد اللاطة وكندخلوه للفران يتحمر. حتى الكاوكاو العادي كتجي به زوينة، ولكن هاد الكاوكاو البلدي كتجي به أحسن لأن كيكون فيه واحد المذاق وواحد البنة مختلفة. بعد ما كنخرجوا هذاك الكاوكاو من الفران كنقشروه وكنحيدوا له القشور. انا ما كنحيدلوش القشور كاملين، كنخلي له شويه القشور حيت دوك القشور كيعطيو واحد اللوغو في المذاق، يعني كيعطيو واحد المذاق، واللي بغى يديرهم بالقشور حتى القشور كيجيو زوينين. هنا كناخذوا واحد الهاشوار وكنبداو نطحنوا هذاك الكاوكاو ديالنا، كنطحنوه شويه بشويه. ملي كنساليو من الطحين ديالو كنديروه في واحد الباول. هنا مازال ما ساليت من الطحين، يعني طحنت المره الاولى وعاود غنطحن المره الثانيه مزيان حتى ينطحن، وغنزيدو على هذاك وغنديروا له واحد الكاس ديال السكر. هذاك الكاس ديال السكر غادي نخلطوه معاه مزيان باش هذاك السكر يدخل لنا مع الكاوكاو وغيعطينا واحد المذاق زوين في الحلوى ديالنا. غنخلطوه بحال هكا، تخلطوه عادي يعني ماشي شي تخلاط، تخلطوه ومن بعد غنبقاو نطحنوه شويه بشويه. غنطحنوه حتى يرجع لنا على هذا الشكل، يعني حتى يولي لنا بحال الزبده. يعني حاولوا تطحنوه مزيان باش فاش تجيو انكم تروليو الحلوى ديالكم تلقاو ان داك الرولي يعطينا واحد السهوله في الخدمه، يولي لنا الخليط بحال هكا. من بعد غنزيدو له واحد شويه ديال القرفه، انا كتعجبني فيها القرفه، وغنبقاو نجمعوا هذاك الخليط ديال الكاوكاو. غنجمعوه مزيان بيدينا. الا بان لكم مازال ما تجمعش غديروا واحد شويه في الهاشوار وغادي تخليوه حتى يولي بخانيني، يعني حتى يولي مطلوق مزيان، وتزيدوا عليه ما تزيدوا له حتى حاجه. صافي من بعد فاش غنساليو نديروها في واحد السلوفان وغادي ندخلوها للثلاجه ولا نحطوها غير حدانا. نجيبوا واحد الباول ونديروا فيها الدقيق، شويه ديال الخميره، شويه الملحه، المعلقه ديال السكر، غنخلطوا هاد العجين ديالنا. من بعد غنزيدوها الزبده، وديك الزبده نحاولوا ندخلوها في العجينه مزيان. غنبقاو نحركوا الزبده مع الدقيق حتى يترم لنا الخليط يولي لنا بحال هذا الشيء. ونزيدوا واحد المعلقه ديال الزهر، كاين اللي كيبغي يخلط الماء مع الزهر يخلطوا، انا درت المعلقه بوحديتها وزدت الماء بوحديتو وصافي. وبقيت كنجمع هذيك العجينه ديالي، كنجمعوها على هذا الشكل، كنبقاو نجمعوها مزيان حتى كتجمع لنا. فاش غتجمع لنا بحال هكا نحيدوا هذيك الباول، نرشوا شويه الدقيق على سطح العمل وغادي نبقاو ندلكوها. يعني العجينه ديالنا خصها تكون مدلوكه مزيان شي 10 دقائق، وحنا كندلكوها. هنا دليكا ما ساعدتنيش فاش انني ندلك، صافي وانا نحيدها صافي وبديت كندلك، يعني خصها تدلك حتى تولي بحال هذا الشكل. بعد كنغطيوها بواحد السلوفان وكنخليوها على جنب. كنجيبوا هذيك العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت ديال الكاوكاو، قسمت العجينه ديالي على جوج ومن بعد قسمتها على ثلاثه، يعني داك الطرف الاخر قسمته على جوج. هنا كندير واحد شويه ديال الدقيق وكنبقاو نروليو هذيك العجينه ديالنا، روليوها مزيان على حسب الحجم اللي بغيتوها نتوما. انا بغيتها رقيقه، يعني الحلوه ديالي درتها صغيره، يعني كل واحد تقدر ديروا المفلحه كبيره موين، ولكن انا كتعجبني المفلحه صغيره. كنخليو داك الرولي على جنب وكنجيبو لي باط ديالنا كنبقاو نطلقوها، نديرو شويه الدقيق ونطلقوها من الفوق ومن التحت. نجيبو واحد الدلاك وغادي نبقاو نطلقوا هذيك العجينه ديالنا، غنطلقوها مزيان حتى تولي لنا مطلوقه كما كتشوفوا بحال هكا. يعني حنحاولوا نطلقوها، يعني العجينه ديالنا خصها تكون رقيقه بحال هذا الشكل كما كتشوفوا، واللي بغى يرققها يرققها. المهم الفلحه خصها تكون رقيقه. غنبقاو نقطعوا هذوك الجوانب، من بعد غادي نعاودوا نطلقوهم حتى هما. هنا غير باش تعطيني الطريقه وتعطيني السهوله في الخدمه. غادي نجيبوا الرولي ديال الكاوكاو ديالنا وغادي نجمعوه بحال هاد الطريقه بشويه علينا الرولي، وغنبقاو نجروه لعنا. غندهنوا الطرف ديالها ببياض البيض وغنلفوا عليه واحد شويه وغادي نقطعوا. انا عندي هنا القطعه البيتزا قطعت بها، نتوما قطعوا بموس باي حاجه، راه ماشي بالضروره يكون عندك قطعه البيتزا ولا تكون عندك شي حاجه باش انك دير المفلحه ساهله. وغادي نبقاو نروليوه. نتوما هنايا غتحكموا شحال بغيتو في السمك، شحال بغيتو. انا هنايا درتو بهذا الحجم وجبت واحد الزيزواره وبقيت كنشلح كل واحد شحال داير. انا درت هنايا 6 ديال التشليحات، 7 كنقطع فيها. قطعت بالموس وكندير لها بحال هكا كما كتشوفوا، كنضغطوا عليها في الوسط وكنميلوها واحد شويه كتجي لنا على هذا الشكل وكنديروها في اللاطه. كنستمروا في التفلاح ديال المفلحه ديالنا وكنقطعوا وكنبقاو نقادو بالشكل، يعني كتجينا على هذا الشكل. كنبقاو نستمروا. والحلوى خصنا نعطيوها الخاطر، الحلوى الا ما كانش عندك الخاطر ما ديرهاش. وكتجينا المفلحه ديالنا على هذا الشكل.
بعد ما كنساليو كندخلوها للفران. شوفوا كيفاش كتجي. فاش كندخلوها للفران خليوها تقريبا شي ثلث ساعه. فاش كنخرجوها من الفران كتجينا على هذا الشكل، محمره من التحت وبيضه من الفوق. الحلوى ما خصهاش تكون محمره من الفوق، غير بلا ما تعكزو راه كتجي ساهله وكتجي زوينه في المذاق. غادي تزيني بها الطبله ديالك نهار العيد. من بعد غناخذوا العسل وغنبقاو ندهنوا هذيك الفلحه ديالنا اللي عندها الناباج، ولكن اللي ما عندهاش غير العسل راه كافي. خذي شويه د العسل وبقاي دهني به هذيك الفلحه ديالك من الفوق. انا غير 250 غرام اللي هي رابعه عطاتني تقريبا شي 30 حبه تبارك الله. غتشدوا شي طبسيل وغتستفوها فيه باش انكم تقدموها. انا استفتها في هذا الطبسيل وجاتنا على هذا الشكل. شوفوا كيفاش كتجي بعد ما دهنتها بالعسل. شوفوا على بريو وعلى منظر، الصراحه كتجي حلوه واعره. ننصحكم تجربوها، راه ما كتاخذش المقادير بزاف وسهله في التحضير غير بلا ما تعكسوا عليها. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وديروا لي واحد جيم. وبالصحه والراحه ونشوفكم في فيديو جديد.